السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة تانية إعدادي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في قناتكم مس هام مصباح. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهاردة أهم أسئلة الوحدة الأولى في الجغرافيا الترم التاني، والأسئلة دي مهمة جدا جدا وبيجي منها في الامتحان آخر السنة. ركزوا كده معايا يا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية عشان تستفادوا. وما تنسوش بس قبل ما نبدأ انزل اعمل لنا اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان تتابع كل جديد معانا وتتابع معانا أول بأول. النهاردة أول مجموعة النهاردة معانا اللي هي بيقولك أمامك خريطة للوطن العربي. هنا أكتب ما تشير أرقام، يعني جايبة لك أرقام هنا على الخريطة وهتكتب كل واحد على الرقم بتاعه. الخريطة هنا بتاعتنا اللي هي خريطة الوطن العربي. جايب لك أول سؤال بيقول لك هو المفروض بيشير رقم إلى أول الدول المنتجة للموالح. يبقى احنا عندنا أول واحدة هنا الدول المنتجة للموالح، وعندنا التانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة. عندنا 7 دول المفروض إن احنا نكتبهم. أول واحدة بيقول لك هنا يشير رقم 1 إلى أول الدول المنتجة للموالح. إيه هي أول رقم 1 عندنا؟ هي المفروض دولة فلسطين، هي جنب مصر على طول أهي دولة فلسطين. يبقى تاني يشير رقم 1 إلى أول الدول المنتجة للموالح اللي هي دولة مين؟ دولة فلسطين. تمام؟ عندنا رقم 2 هنا بيقول لك إيه؟ هنا المحيط. رقم 2 المحيط. طب محيط إيه؟ إحنا عندنا هنا شايفين رقم 2 عندنا في الآخر لما بيكون عند ناحية أفريقيا كده ده المحيط الأطلنطي. ده المحيط الأطلنطي. تمام؟ رقم 3 بيقول لك هنا دولة يقام بها سباق الهجن. الهجن هنا اللي هي سباق الخيول، قصده بينا سباق الخيول. رقم 3 عندنا اللي هي مين؟ مشهورة جدا جدا جدا. يبقى دولة بيقام بها سباق الهجن اللي هي أهم دولة عندنا الإمارات. يبقى أهم دولة عندنا مين؟ الإمارات. مشهورة جدا في سباق الهجن وسباق الخيول والحصانة والحاجات دي. رقم 4 بيقول لك هنا يمثل رقم 4 أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك، يعني أكبر دولة بتنتج أسماك في الوطن العربي كله. رقم 4 عندنا مفروض هنا المغرب. يبقى أكبر الدول إنتاجا للأسماك المغرب. تمام؟ هنيجي هنا رقم 5 بيقول لك يمثل رقم 5 منطقة زراعة على إيه؟ منطقة زراعة في جنوب الدولة. يبقى رقم 5 يمثل رقم 5 منطقة زراعة. عندك رقم 5 يفكروا فيها معايا دي في جنوب موريتانيا. تمام؟ بتعتمد أول حاجة اللي هي بتعتمد على إيه؟ أهم حاجة هنا بتعتمد على مياه الأمطار، الزراعة هناك في جنوب موريتانيا وجنوب الدولة اللي هي موريتانيا. رقم 5. رقم 6 بيقول لك هنا منطقة زراعة على مياه الجوفية. منطقة زراعة بتعتمد على المياه الجوفية. يبقى رقم 6 هنا مفروض ايه؟ مش مفروض مصر، هي مفروض محطوطة على مصر. لا محدش يقول لي مصر، هي مفروض الواحات الداخلة والخارجة. يبقى الواحات الداخلة والخارجة اللي هي في الصحراء هي بتعتمد كل اعتمادها على المياه الجوفية. هنيجي هنا رقم 7 بيقول لك تاني الدول العربية إنتاجا للرز. يبقى أهم دولة عربية إنتاجا لإيه؟ للرز. إحنا أهم دولة عربية إنتاجا للرز رقم 7. ركزوا معايا جدا. وهي المفروض مين؟ رقم 7. شاطر، برافو عليك. أنا شايفة حد بيقول المغرب. شاطر. إنتاجا للرز المغرب. تمام. هنيجي هنا بيقول لك بقى إيه؟ دي عندنا أهم الأسئلة بما تفسر، ودي مهمة جدا جدا جدا. بيجي أكترتها من الامتحان أصلا، أكترة الامتحان بيجي من واحد الأولى. رقم 1 تتركز زراعة القمح في مصر. طب ليه بتتركز؟ حد يقول لي يعني إزاي بتركز؟ يعني أكتريتها موجودة ليه القمح في مصر؟ يعني ليه بيزرعوا قمح في مصر أكتريتها؟ أول حاجة هنا عشان إن هي التوفير ظروف ملائمة زراعتها، يعني أهم حاجة زراعتها، ظروف ملائمة لزراعتها في مصر. وتربية إيه؟ وتربة خصبة جيدة الصرف. يبقى تربتها جيدة الصرف وتربة طينية تقيلة ومناخ معتدل. رقم 2 رقم التاني سؤال بيقول لك اهتمام الدول العربية بتربية الدواجن. يعني الدول العربية اللي مهتمة بتربية الدواجن عشان هو يعتبر المصدر التاني أصلا من اللحوم الحمراء. هو اللحوم بيضة جنب اللحوم الحمراء عشان هي تساعدنا جنب اللحوم الحمراء. إن هي المفروض إن هي غالية الأيام دي فهي بتساعد جنب اللحوم الحمراء بهدف الحصول على بديل اللحوم الحمراء. وكمان بنستفيد منها كمان في إيه؟ في بيضها ولحمها.
بنستفاد من بيضها ولحمها. رقم 3 بنتفسر بيقول لك تتركز زراعة الأرز في مصر خاصة في شمال الدلتا. في شمال الدلتا يعني خاصة اللي هي في ايه، في آخر حتة في الدلتا اللي هي عند البحر المتوسط زي اسكندرية ومرسى مطروح والحاجات دي في شمال الدلتا. طب ليه اشمعنى الأرز بتركز هناك؟ أول حاجة عشان برضو بسبب ظروف ملائمة زراعته، عشان هناك المناخ كويس ليه، مناخ مناسب لظروف الزراعة بتاعته. وهي أهم حاجة إن درجة الحرارة هناك مرتفعة وتربة طينية ثقيلة وخصبة، وفي هناك برضو مياه وفيرة جدا عشان نهر النيل. بيقولك 4 اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي بيختلف ليه من منطقة للتانية؟ بسبب تنوع موارد المياه، يعني في مياه عذبة، في مياه مالحة، في مياه جوفية، في مياه آبار وعيون. يبقى بسبب تنوع موارد المياه العذبة التي تعتمد عليها الزراعة، بسبب تنوع موارد المياه العذبة تعتمد عليها الزراعة. وفي مناطق برضو بتعتمد زراعتها على ايه؟ على المياه الجوفية، وفي ناس بتعتمد زراعتها على الأمطار، تمام، وفي ناس بتعتمد على مياه الأنهار. يعني مش شرط يبقى الزراعة تختلف من منطقة لأخرى. هنيجي رقم 5 هنا بيقولك أهمية الإنتاج. يبقى هنا أهمية الإنتاج الزراعي. احنا ليه مهم ان احنا ننتج زراعة أو ننتج محصول زراعي؟ وأهميته ايه؟ يعني بيدينا ايه؟ لا، أهميته كبيرة جدا، إن هو أصلا مصدر غذاء للإنسان. يبقى توفر احتياجات السكان للوطن العربي. دي أول حاجة، ودي مهمة جدا من المواد الغذائية، سواء بقى كان فول، عدس، خيار، طماطم، أي حاجة من دي فرص عمل للسكان. وتمثل نحو قد إيه؟ نحو نصف السكان. بتمثل نحو نصف السكان، يعني الناس اللي بيشتغلوا فيها نصف السكان هناك بيشتغلوا. وأول حاجة بتدينا مادة خام زي القطن، بتدينا ألياف صناعية في منسوجات مثل القطن، وأصل السكر بيدخل برضه في صناعة السكر، بتدينا مادة خام وإحنا بنروح نصنعها. ورؤوس الأموال لإقامة المشروعات. يبقى أهم حاجة لازم يكون عندنا رأس مال عشان نقوم مشروعات. تمام. يبقى الإنتاج الزراعي مهم جدا في الوطن العربي، وأهميته زي ما أنا شرحت لك كده. ركز كده معايا بس وذاكر عشان لو جالك أي سؤال من دول. هنيجي هنا لسادس السؤال، وهو أهم حاجة زي ما أنا شايفاك كده، إن هي بتوفر رأس عمل جدا كويس. رقم 6 هنا بيقولك إيه بقى؟ بيقولك هنا الثروة الحيوانية. يبقى الثروة الحيوانية أهمية كبيرة للوطن العربي. ليه أهميته كبيرة؟ هو ليه مهم؟ الثروة الحيوانية اللي هو شامل بقى الأبقار والأغنام والماعز والخيول. أي ثروة حيوانية بيخرج منها لحم أو بيض يبقى ده اسمها ثروة حيوانية لها أهمية كبيرة للوطن العربي. وزي موضح هنا عندك برضو زي الأغنام والجاموس. يبقى أهميتها إيه أو هي مهمة ليه؟ لأنها مصدر غذائي للإنسان، بيخرج منها مصدر غذائي، سواء لبن، سواء بيض، سواء جبنة، سواء لحمة، أي حاجة بيخرج منها مصدر غذائي للإنسان، وتتمدى بلحومها وألبانها. وكمان بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة. يبقى توفر المواد الخام اللازمة للصناعة مثل الجلود وصناعة، يعني بنخرج مثلا الخروف لما يجي يتذبح مثلا بنخرج منه جلود، وصناعة الملابس نصنع منه ملابس، وبنخرج تاني برضو منها ألبان، برضو بيصطنع منها الجبنة والزبد. تمام. دي أهم أسئلة. بيقولك وتستخدم بعض برضو الحيوانات كالنقل. يعني احنا مثلا لما بنستخدم مثلا اللي هي الحمار، أو بنستخدم حاجة اللي هي جاموسة مثلا لأعمال الحقل. حدوث ظاهرة التصحر. يبقى 7 حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي. ليه؟ أول حاجة يبقى جاي هنا بيقولك حدوث ظاهرة التصحر حصلت. أهم حاجة حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي حصلت بسبب أول حاجة بسبب تفاوت كمية الأمطار، بسبب كمية المطر. ساعات المطر بينزل وساعات لأ. وزحف الرمال، كل ما الرياح هتزحف الرمال كل ما هيحصل تصحر المنطقة دي. والرعي الجائر، كانوا بيقطعوا الأشجار. والرعي الجائر اللي هو الصيد الحيوانات. والرعي الجائر هما مثلا بيشيلوا مكان مثلا أرض زراعية ويبنوا عليها بيوت، فبالتالي بيحصل تصحر الأرض. والإفراط برضو في استخدام زراعة، يعني مثلا نزرع أكتر من محصول في السنة الواحدة من نفس التربة، فكده التربة بتجتهد أو مجهدة أو كده، فيحصل لها تصحر. تبقى مجهدة جدا فبيحصل لها تصحر، وبالشال منها التربة الزراعية خالص، مينفعش إنها صالحة للزراعة. يبقى ده ظاهرة التصحر. أو يعني تصحر. 8 قلة الإنتاج السمكي. الإنتاج السمكي بيقل ليه في الوطن العربي؟ أول حاجة رغم طوله أصلا سواحل، يعني رغم إن هنا في مكان كتير أوي زي البحار والمحيطات مليان أسماك، بسبب استخدام الصيادين الأساليب التكنولوجيا، الأساليب اللي هي القديمة اللي هي البدائية، ونقل وحفظ الأسماك
يعني ونقل وحفظ الأسماك، بيستخدموا أساليب بديهية جدا، ده برضه بيقلل من إنتاج السمك. تلوث المياه الذي يقتل الأسماك، كل ما نلوث المياه من كتر المخلفات اللي احنا بنرميها من خلال السفن هيقتل الأسماك. ترك الصيادين حرفة الزراعة، عشان الصيادين برضه بيتركوا حرفة ايه؟ الزراعة، وأهم حاجة عندهم ينتقلوا حرفة الصناعة عشان مثلا ايه؟ بتجيب رأس مال أكتر. هنيجي هنا بيقول لك الصيد برضه في الأوقات الممنوعة، احنا برضه بنصطاد في ايه؟ الصيد في الأوقات الممنوعة بشبكات ضيقة، دي برضه ممكن إن هي تقلل الصيد وتقلل السمك وتموته. تعتبر الأغنام، نيجي للسؤال بقى 9، تعتبر الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا، يبقى الأغنام أكثر حيوانات انتشارا بسبب إن هي أصلا المراعي فقيرة، هي مراعي فقيرة يعني مفيش أصلا حاجة. زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الوطن العربي، أول حاجة بسبب إيه؟ بسبب زيادة عدد سكان الدولة وارتفاع مستوى المعيشة. كل ما يكون في ارتفاع مستوى المعيشة عدد سكان أكتر، كل ما يزيد إيه؟ الطلب على المنتجات الزراعية من حيث أي حاجة بقى اللي هو مصدر غذائي للإنسان في أي حاجة. تمام. هنا برضو السؤال اللي قبليه بيقول لك تعتبر الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا بسبب إيه؟ فقد المراعي في وطننا العربي، يعني مفيش أصلا مراعي، قليلة جدا في الوطن العربي سواء من جمايس أو أبقار. هنيجي هنا بقى بيقول لك ايه برضو بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة اللي هو زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الوطن العربي. رقم 11 تجود زراعة، يعني أهمية زراعة القطن في مصر. تجود يعني ايه؟ تبقى يعني قيمة أعلى جدا عن أي دولة تانية، تزرعها بقيمة حلوة أوي أو تزرعها بخامة حلوة بسبب توفر الظروف الزراعية ودرجة حرارة مرتفعة. عشان ايه؟ توفر زراعتها هنا في مصر وإن درجتها حرارة مرتفعة وتحتاج لمياه وفيرة. هنا بقى بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. تعتبر مصايد، هنا بيقول لك بقى إيه؟ تعتبر مصايد الخليج العربي من مصايد بحرية، يبقى بتعتبر الخليج العربي مصايد إيه؟ بحرية. رقم 2 تعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي على إيه؟ مياه جوفية ولا مياه الأنهار ولا مياه الأمطار؟ يبقى هنا بتعتمد على مياه الأمطار. رقم 3 تعد أكثر الحيوانات انتشارا في العالم. أكثر الحيوانات انتشارا في العالم اللي هي المفروض الأغنام والماعز ولا الأبقار ولا الخيول؟ لا، ينفض الأغنام. هنيجي هنا رقم 4 أكبر الدول العربية امتلاكا للثروة الحيوانية، وهي مصر ولا المغرب ولا السودان ولا العراق؟ لا، أكتر ناس بتملك أبقار أو جمايز اللي هي السودان. يبقى دي أهم حاجة احنا خدناها في اختيار، وركزوا معايا جدا. هنيجي بقى هنا نكمل، بيقول لك 5 يكاد يستأثر الوطن العربي الإيه؟ لإنتاج العالم. يكاد يستأثر الوطن العربي الإنتاج العالمي من محصول إيه؟ يستأثر يعني إيه؟ يعني دايما بتلاقيه دايما أكتر حاجة في الإنتاج العالمي من ده هو أكتر حاجة في التمر، يعني أكتر حاجة الوطن العربي بيستأثر فيها أو موجود فيها الإنتاج المحصول بتاعها التمر. رقم 6 من المحاصيل الشتوية في الوطن العربي. المحاصيل الشتوية في الوطن العربي اللي أكتر ناس بتعمل في الوطن العربي محاصيل شتوية اللي هو القطن ولا القمح ولا الأرز ولا قصب السكر؟ هو مفروض القمح، هو محصول شتوي بينتج بس في الشتاء أو بيطلع في الشتاء. رقم 7 أول الدول العربية أو أول الدول الوطن العربي إنتاجا للسمك، يعني أكبر دولة احنا كنا واخدينها قبل كده برضو في الخريطة، أكبر دولة إنتاجا للأسماك مصر ولا المغرب ولا السعودية ولا تونس؟ المفروض المغرب، احنا كنا واخدينها أصلا في الخريطة فوق، والسؤال مهم جدا وبيجي كتير في الامتحان. عندنا رقم 8 أكتر الدول امتلاكا، يعني أكتر دولة بتملك رؤوس أموال أو فلوس في الجهات، يعني أكتر دولة موجودة في امتلاك رؤوس الأموال في الجهات إيه؟ الشرقية ولا الشمالية ولا الغربية؟ هو مفروض الشرقية، ولا الشمالية ولا الغربية. بيقول لك رقم 9 هنا بيقول لك تتفوق مصر على غيرها في إنتاج محاصيل إيه؟ يبقى مصر بتتفوق على غيرها في إنتاج محصول إيه؟ عندنا المحصول الأول التمر ولا الموالح ولا البن ولا القمح؟ لا، المفروض تتفوق هنا القمح عشان هي أصلا أساس مصر الرز والقمح بيزرع فيه. تمام. هنيجي رقم 10 آخر سؤال في اختر. يضم الوطن العربي نحو 90% من أشجار إيه؟ 90% يعني أكتر ناس بتملك المحصول من الأشجار 90%، العنب ولا الموالح ولا الزيتون ولا التمر ولا النخيل؟ اللي هو المفروض التمر، لا المفروض النخيل. تمام كده خلصنا كده يكون احنا خلصنا ما النتائج. هنيجي بقى خلصنا اختر قصدي، هندخل هنا ندخل على ايه؟ بقول لك هنا ايه؟
1. زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدولة العربية. ليه الطلب برضو بالذات؟ السؤال ده كان مكرر جدا على المنتجات الزراعية. لما يكون في طلب كتير على المنتجات الزراعية في الدول العربية، سواء كان القمح أو الرز أو الحاجات الغذائية الغذاء الإنساني للإنسان، أول حاجة بيؤدي ذلك لإيه؟ لتنوع في النشاط الزراعي. يعني الناس هتزرع أكتر طول ما في طلب على المنتجات الزراعية أكتر، كل ما يكون في زيادة في الإنتاج وزيادة في التنوع النشاط الزراعي. والعمل على إيه؟ تحسين المنتجات الزراعية. يعني نحسن برضو منتجاتنا الزراعية، وبرضو بننافس غيرنا من خلال الأسواق الخارجية عشان نبيعها بره. تمام. ويكون أعلى أعلى الشركات في إنتاج، أو أعلى المصانع، أو أعلى البلاد في إنتاج المحاصيل الزراعية في وطن عربي. بيقول لك هنا رقم 2 تذبذب كمية الأمطار. يعني تذبذب يعني بتقل كمية الأمطار ليه في الوطن العربي؟ يعني مش مستقرة. بيؤدي ذلك لإيه؟ لتذبذب برضو في الإنتاج الزراعي. طول ما في ناس بتعتمد على الأمطار، كل ما يبقى في إنتاج الزراعي عندهم بيقل عشان بيعتمدوا على الأمطار. تمام. وده سؤال مهم جدا وممكن يلف أي حد، فخد بالك منه. هنيجي ناخد رقم 3 قيام الزراعة في الوطن العربي. يعني لما يكون في زراعة في الوطن العربي منذ القدم، أدى ذلك لإيه؟ هم عارفينها جدا من أيام الفراعنة ومن أيام المصريين القدماء. بيؤدي ذلك للاستقرار الإنساني. المفروض بيؤدي استقرار إنساني، يعني خلاص هو ده موطني وأنا مش همشي، خلاص أنا عرفت فيه كل حاجة. أدى الاستقرار الإنسان عشان هو في زراعة وفي أكل وفي شرب محصول غذائي. وقيام أعرق الحضارات القديمة، مثل الحضارة بتاعت العراق وحضارة اليونان، الحضارة المصرية القديمة. يبقى الحضارة المصرية القديمة وفرض حضارة العراق. تنوع حضارة ما بلاد النهرين. 4 تنوع المناخ في الوطن العربي. المناخ لما بيتنوع في الوطن العربي بالنسبة للزراعة، فبالتالي هيتنوع برضو أدى ذلك لتنوع الإنتاج الزراعي في إنتاج محاصيل جديدة متنوعة. يعني محاصيل الشتاء غير محاصيل الصيف، وبرضو يمكن استثمارها وتحقيق التكامل والتبادل الاقتصادي. احنا ممكن نصدر حاجة ونجيب مكانها حاجة تانية، بتكامل اقتصادي بين الدول والدول الأخرى، عشان ما نكونش اللي احنا منغلقين على نفسنا بس، لا ننفتح على الدول الأخرى. تمام. عندنا هنا رقم 5 جريان العديد من الأنهار في الوطن العربي. أدى ذلك لإيه؟ أدى لتوفر التربة الخصبة وتوافر الإنتاج الزراعي. يبقى ده رقم 5 بيؤدي لتوفر التربة وتوافر الإنتاج الزراعي، ويؤدي ذلك لاستقرار وقيام أعرق الحضارات. هنيجي رقم زي ما شايف كده عندك قيام أعرق الحضارات زي حضارة ما بلاد النهرين وحضارة المصريين القدماء. هنيجي رقم هنا 6 وآخر سؤال عندنا في النتائج الإفراط في زراعة. لما احنا نفرط أو نزرع أكتر من محصول في السنة الواحدة للتربة، بيبقى مجهدة للتربة جدا، فبيؤدي ذلك لإيه؟ بيؤدي ذلك لحدوث ظاهرة التصحر. خلاص الأرض ما عادش قادرة إنها تنتج محصول، فبتتصحر وبتتشقق جدا الأرض، وبتبقى تبقى زي الرمال كده الناشفة، مش قادرة خلاص إنها تطلع حاجة تانية. وكده يكون خلصنا من النتائج. هندخل بقى على قارن. هندخل هنا بقى على قارن. أهم حاجة هنا خلي بالك، أنا هجيب مقارنتين ما بين محصولين مختلفين عن بعض خالص. أول حاجة هنا هنقارن ما بين اللي هو الرز أو القمح أو قصب السكر. يبقى المقارنة بتيجي في الامتحان وهي عندنا القمح اللي هي أساس زراعتها في مصر. وهناخد تاني حاجة اللي هي القطن أو الرز وقصب السكر. هنيجي هنا نتكلم عن القمح وهنيجي نتكلم عن القطن. القمح هنتكلم عن ظروف زراعته وهنتكلم عن أهم الدول المنتجة ليه. هنا القمح بيقولك إن هو أهم حاجة ظروف زراعته إن هو لازم يكون هو شتوي، محصول شتوي لازم يزرع في الشتاء. يبقى القطن محصول صيف محتاج لدرجة حرارة عالية جدا. بيجي منين؟ بيجي من مصر والمغرب وسوريا. طب القطن برضو بيجي منين؟ بيجي من مصر والمغرب وسوريا. يبقى أهم الدول المنتجة للقمح والمنتجة للقطن مصر أول الدولة، وبعد كده المغرب على طول تليها، وبعد كده تالت دولة سوريا. فما حاجة ركز للدول دي عشان بتلخبط جدا. ممكن تجيلك في الامتحان يقولك مثلا تاني دولة، طب تالت دولة إنتاجا للقطن أو إنتاجا للقمح. هنيجي هنا نقارن ما بين برضو أهم 2 بيجوا جدا كتير في الامتحان، الرز وقصب السكر. لو قالك قارن ما بين الرز وقصب السكر، أول حاجة من حيث ظروف ملائمته، يعني بيزرع فين. كلنا عارفين قصب السكر برضو بيخرج منه سكر، والرز المصدر الغذائي للإنسان هو الرئيسي للغذاء. أول حاجة بيحتاج لحرارة مرتفعة الرز،
وتربة خصبة، تربة خصبة طينية سائلة جدا، ومياه وفيرة. لازم يكون مياه كتير أوي الرز، يكون حرارة عالية جدا. يبقى لازم يكون في شمس جدا، شمس عالية، وتربة خصبة طينية صالحة للزراعة، ومياه وفيرة. هنيجي هنا تاني حاجة أثر السكر، لازم يكون في جو مشمس معظم أيام السنة، لازم يكون في شمس طول السنة، وده برضو بيتوفر في مصر. وتربة خصبة وبرضو مياه وفيرة. هو الرز وقصب السكر متشابهين مع بعض جدا. تمام. طب هنشوف بقى أهم الدول في الأرز وأهم الدول في قصب السكر. أهم الدول هنا في الأرز اللي هو عندنا إيه؟ المفروض مصر، بس هو ممكن ما يقولكاش، يعني هو أيامات يقولك ظروف مراقبته. هنيجي ناخد هنا دليل جغرافية. تمتلك مصر جميع المصادر السمكية، يعني مصر بيقولك ما شاء الله عليها مليانة مصادر سمكية، سواء كان من البحر أو البحيرات أو من حيث المزارع. يبقى تحكي له كده، مادام قالك دلل هتقول له إيه؟ حيث توجد مصايد بقى، وتحكي له بقى كل حاجة. يوجد بقى مصايد بحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، بيخرج منها مصايد بحرية، بيخرج منها سمك. وعندنا برضو المصايد في البحيرات، البحيرات الصغيرة اللي هي البحيرات الشمالية، وبحيرة قارون، وبحيرة ناصر. أي بحيرة في الدنيا بيبقى فيها سمك برضو. والمصايد النهرية سواء كان من نهر النيل. وعندنا برضو المزارع السمكية. يبقى ده كل ده مصادر بيخرج منها إيه؟ بيخرج منها سمك. رقم 2، تعاني الزراعة في الوطن العربي من إيه؟ من مشكلات. يعني الزراعة بتعاني من مشكلات. طب دللت على كده، دليل جغرافيا، اثبت لي. حيث إيه؟ حيث يوجد تذبذب الإنتاج الزراعي. وبرضه بسبب تذبذب، احنا كنا قايلين فوق برضه بنتفسر بسبب تفاوت كمية المطر. كل ما يبقى في تفاوت في كمية المطر، مبقاش في مطر كتير، كل ما يبقى في ايه؟ إنتاج الزراعة بيقل، ميبقاش مستقر. عدم استقلال أو عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، منستخدمهاش كلها. وكمان ما بنستخدمش الأساليب التكنولوجية الحديثة. أنا عارفة إن أنت زهقت مني، وعارفة إن الكلام كتير وأنت اتلخبطت، لكن ما تقلقش خالص طول ما أنت بتذاكر معانا، ما تقلقش. وإن شاء الله أنا عاملة في آخر الترم هعمل لكم ذاكرة تانية إعدادي ملخص للجغرافيا والتاريخ، فتابع معانا. رقم 3، تعدد مصادر المياه العذبة بالوطن العربي. تتعدد مصادر المياه العذبة بالوطن العربي، حيث يوجد بها إيه؟ يوجد بها المياه السطحية. دي أول حاجة. يعني إيه سطحية؟ زي النهر، زي البحيرات، اللي هي الحاجات القليلة جدا اللي مفيهاش مياه كتير. والمياه الجوفية، يبقى المياه العذبة موجود فين؟ في الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. وعندنا برضو الآبار والعيون، وبينزل برضو الأمطار مياه عذبة. يبقى دي من أهم مصادر المياه العذبة في الوطن العربي. تمام؟ ركز كويس، مش مياه مالحة، هو بيقولك مياه عذبة. ما تجيش تقول له مياه مالحة تقول له ده لا ده بحر، لا، من البحر ما بيبقاش مياه عذبة. ما هي بقى؟ دي أهم سؤال وبيجي كتير جدا في الامتحان وبيلخبط أي حد، مش أي حد يعرف يعمله. ما هي مقترحاتك لتنمية كل من الثروة الحيوانية والثروة السمكية؟ مقترحاتك يعني أنت وجهة نظرك هتعمل إيه عشان ننمي الثروة الحيوانية ونكبرها، ونكبر السمك بتاعنا، ونكبر الغذاء الرئيسي للإنسان. أيوة، أنا شايفة كده تقعد تفكر وتقول لي طب إزاي يا مس؟ هقول لك يا سيدي. بيقول لك هنا أهم حاجة إيه؟ هناخد كده كل واحدة لوحدها، الثروة الحيوانية والثروة السمكية. الثروة الحيوانية هنا أهم حاجة اللي هو لازم إن هو ننمي فيها ونكبرها، وما فيش حاجة أصلا إن هي يكون عندنا توفير رعاية بيطرية. لازم يكون في رعاية بيطرية جدا للحيوانات عشان نراعيها، عشان ما تموتش مننا. وتحسين السلالات الأبقار، نحسن من سلالات الأبقار والجاموس. تمام؟ يبقى ده أهم حاجة عشان ننمي الثروة الحيوانية لإيه؟ في مصر أو في الوطن العربي عامة. تاني حاجة هنا عندنا الثروة السمكية. الثروة السمكية أول حاجة لازم ندرب الصيادين على إيه؟ على الأساليب التكنولوجيا الحديثة. مينفعش يعملوا أساليب بدائية في النقل وحفظ التعليم للأسماك. وتوفير أو مثلا نوعيهم أو توعيتهم بإيه؟ بمواعيد الصيد. لا، مواعيد الصيد مينفعش دلوقتي، لازم نعرفهم مواعيد الصيد. وتحسين أحوال الصيادين، ونحسن أحوالهم من حيث مستوى المعيشة، نرفع الدخل بتاعهم. نهتم بيهم عشان إيه؟ عشان يحسنوا أحوال الصيادين ويقدروا إن هم يصطادوا أكتر وأكتر. تمام. واهم حاجه اللي احنا نبني اساطيل لحفظ ايه؟ لحفظ ونقل البضائع، بس على اساليب برضه تكنولوجيا حديثه. واول حاجه نحمي المياه من التلوث، ما ينفعش نرمي مخلفات السفينه في الميه، كل ده عشان السمك بيموت. تمام. فكل ما نرمي ايه؟ مخلفات صناعيه او مخلفات بتاعه المصانع في الميه، او مخلفات السفن، كل ده بيؤدي لذلك لايه؟ لموت الاسماك. كده يكون خلصنا الدرس بتاعنا، او يكون خلصنا اهم مراجعه للجغرافيا في الوحده الاولى. ان شاء الله الدرس القادم هيكون مراجعه على الوحده الاولى برضو في التاريخ، وتابعوني عشان نذاكر اول باول.
كانت معكم مس سهام مصباح، أشوفكم على خير. ولو في أي سؤال سيبيه في الكومنتات، ومعاكم جروب التليجرام ممكن تتابعوني عليه، ومعاكم صفحة الفيسبوك. وكده نكون خلصنا أهم الأسئلة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.